صباح الفل، أنا دلوقتي في مطار بيلون وفي الطريق لبرشلونة مقاطعة كاتالونيا. هناكل السندوتش العظيم ده. ودي كولا. هاخد ترانزيت من بيلوند الدنمارك لفرانكفورت ألمانيا، ومن ألمانيا هقعد 3 ساعات هناك في الترانزيت وهوصل لمطار برشلونة. بصوا الطابور بقى عامل ازاي؟ هدخل اجرب واحنا مع بعض. اخرج بقى كده من الديناميت. البرج ده اسمه أرينا، في الميدان الرئيسي بتاع برشلونة، يعتبر زي برج كاشف كده برشلونة من فوق. انا مبسوط، مواضيع جديدة هنعملها هناك، تحديات جديدة هنعملها هناك. انا جاهز، يا رب تكونوا انتوا كمان جاهزين. صباح الفل، أنا دلوقتي في مطار بيلون وفي الطريق لبرشلونة مقاطعة كاتالونيا. أشوفكم في مطار فرانكفورت لأن أنا عندي ترانزيت هناك. ودلوقتي بقى أنا داخل الطيارة، هاخد ترانزيت من بيلوند الدنمارك لفرانكفورت ألمانيا، ومن ألمانيا هقعد 3 ساعات هناك في الترانزيت وهوصل لمطار برشلونة. والطيران النهارده بقى لوفتهانزا، طيران ألماني صرف. يلا بينا ندور على الكرسي وبعد كده أقابلكم في فرانكفورت. أنا وصلت مطار ألمانيا مدينة فرانكفورت. ادعوا لي 3 ساعات دولت في المطار يعدوا بسرعة، وبعديها ننطلق للمقاطعة الكتالونية. أنا متحمس، هعمل لكم أحلى فيديوهات في برشلونة. الموضوع شكله هيطول وهنقعد لنا 3-4 ساعات لما نطلع الطياره بتاعت برشلونه، فانا مضطر اكل من المكان اللي ورايا ده تصبيره لحد لما نوصل المقاطعه الكتالونيه. هناكل السندوتش العظيم ده، سندوتش فراخ بس هنقرقط فيه، واهو بنضيع في الوقت عشان احنا مش لاقيين حاجه نعملها بصراحه. انتوا معايا وانا بقرقط. ندي للسندوتش ده 9 من 10 مش هنظلمه. 9 عشان ايه؟ ليه طعم. ودي كولا. الكولا دايما 10 من 10. احلى حاجه في السندوتش ده ان انا قاعد عمال هفلط زي العيال الصغيره بالظبط جوه مطار فرانكفورت، بدل ما اقعد اركز في اللي هعمله في برشلونه قاعد عمال هفلط في سندوتش الفراخ البانيه ده. طبعا انا قاعد هنا اهو عشان اجيب لكم الفيو ده، وطبعا الرجاله اللي ورانا قافلين عليكم شكل المطار من بره، بس عادي نستحمل الاخرين. تمام. في حاجة عايز اقولها لكم، ان انا كل مرة اسافر ما بهتمش بالاكل والشرب، ودايما باكل مثلا وجبة في اليوم، لان بيبقى عندي تصوير كامل طول اليوم وبيطلع عيني وبتعب. ده علشان كنتوا على فكرة، مش عشان حد تاني يعني، وما بركزش في موضوع الاكل. وفي مفاجأة هناك، مطعم هنصور فيه في برشلونة، بصوا نار النار. أنا دلوقتي في الطيارة، خلصت الترانزيت في فرانكفورت في ألمانيا وطالع لمطار برشلونة. كمان 2 ساعات هوصل هناك. ادعوا لي أوصل بسلام وأشوفكم جوه في مطار برشلونة. وأخيرا وصلت مطار برشلونة. انا مبسوط، مواضيع جديده هنعملها هناك، تحديات جديده هنعملها هناك. انا جاهز، يا رب تكونوا انتوا كمان جاهزين. ودلوقتي اخيرا من جوه المطار في برشلونه لقيت المكان اللي هجيب منه الشنطه بتاعتي. مطار كبير جدا يا جماعه، زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي المفروض ان انا مستني الشنطه بتاعتي تخرج، عشان بعد ما الشنطه هاخدها هجري على طول عشان استلم العربيه، لان انا دايما لما بسافر بحب اجر عربيه، فاروح استلم العربيه بتاعتي واطلع على الفندق، ولما اوصل الفندق بقى نبقى نصور عشان ابقى رايق وفايق معاكم. برشلونه، وهي مدينه اسبانيه اشهر من نار على علم. بتقع برشلونة في الجزء الشمالي الشرقي على شاطئ البحر المتوسط، وهي من أكبر مدن العالم اللي بيزورها سياح على مدار السنة.
تعتبر برشلونة تاني أكبر مدن أسبانيا بعد مدريد، وهي عاصمة مقاطعة كاتالونيا. واخيرا وصلت الفندق في برشلونة في مقاطعة كاتالونيا. فندق جامد، الغرفة جامدة. انا دلوقتي نازل استكشف كده الاجواء حواليا في برشلونة، وغالبا هروح كده اشوف حاجة اكلها بقى، اظبط اتدلع، اشوف الحياة كده ماشية ازاي. من بكرة المفروض ان احنا هنبدأ اول تريب او اول استكشاف. ويبلغ عدد سكانها حوالي 1,600,000 نسمة، ودي كانت احصائيات سنة 2011. أما عدد سكان المدينة بضواحيها بيصل لحوالي 4 مليون نسمة. Para que los ciudadanos de 17 comunidades autónomas se aproximen y participen en los Juegos Olímpicos. وطبعا ما نقدرش ننسى دور برشلونة المؤثر في استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1992. هدخل وهجرب تجربة أكل في شوارع برشلونة. يا رب بقى الموضوع يبقى جامد ويعجبكم. دوري هنا اهو، طبعا أنا حاجزه. كاتالونيا، وهي مقاطعة بتقع في أقصى شمال شرق شبه الجزيرة الإيبيرية، وهي منطقة لها حكم ذاتي داخل حدود أسبانيا، وحكومة كاتالونيا بتعتبرها جمهورية مستقلة، وده طبعا بعد إعلان استقلالها عن أسبانيا في 27 أكتوبر سنة 2017. and voted in favour of independence. The Catalan national anthem now being sung inside the chamber. But what is the future? بصوا في الكام ثانية اللي أنا صورت فيهم دي، بصوا الطابور بقى عامل إزاي. هدخل أجرب وإحنا مع بعض. 10 من 10 وامتياز. السندوتش جامد قوي. اخرج بقى كده من الديناميت. انا ماشي في شوارع اسبانيا، برشلونة، المقاطعة الكتالونية، نازل استكشف في اول يوم. انا تعبان جدا بس عشانكم بعمل اي حاجة. انا دماغي ضربة. المبنى ده انا مش عارف هو ايه بس هو جامد. ارينا ده زي ما انتم شايفين كده اهو، ده اسانسير كبير. المفروض ان بنطلع فوق وبنستكشف بقى قصص فوق وحاجات، وجوه في مول. بس المهم ان انا هطلع الاسانسير ده وهكتشف برشلونة وهبص عليها كده ايه بصة من فوق، وانتم معايا طبعا ومع بعض. Nuestra ayuda a Madrid, tumba del fascismo internacional, se realizan con el entusiasmo de todos los obreros de Cataluña. وهنا ما نقدرش ننسى الجانب السياسي لبرشلونة، وده لما دعمت مدريد في خلال حربها في فترة انتشار الفاشية في أسبانيا. يا جماعة أنا لسه خارج من الأسانسير ده دلوقتي. البرج ده اسمه أرينا في الميدان الرئيسي بتاع برشلونة. 9 شوارع متفرعين من الميدان بتاع برشلونة ده، حسب اللي أنا شايفه يعني إن ده يعتبر زي برج كاشف كده برشلونة من فوق. البرج ده 360 درجة داير ما يدور كده، ونستكشف في إيه. بس اللي شفته كده تحديدا يعني بعناية كروه على طول إن دي تقريبا فود اريا بتاعت أكل. أنا محضر شغل جامد قوي، يا رب يعجبكم إن شاء الله، ويا رب الاستكشافات هنعملها سوا. فلوج النهارده او استكشاف النهارده هو بسيط رايق، انا مبسوط ويا رب تكونوا انتم مبسوطين. التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه ان شاء الله، بيكم ومعاكم هنحققه وهنعمله. اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب، تابعوا الانستجرام، تابعوا صفحه الفيسبوك، تابعوا صفحه التيك توك. اكتبوا لي كلمه شكر بسيطه بتفرق معايا جدا 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 في الكومنتات. نهاركم زي الفل، السلام عليكم.